أعلن نادي تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا لضم مهاجم الأخير ألفارو موراتا في صفقة قدرتها وسائل إعلام إسبانية بنحو 80 مليون يورو. وجاء في بيان للنادي اللندني: توصل نادي تشيلسي لكرة القدم وريال مدريد إلى اتفاق حول شروط انتقال ألفارو موراتا إلى ستانفورد بريدج ملعب النادي اللندني. وأشار تشيلسي إلى أن الانتقال الآن مشروط بموافقته موراتا على البنود الشخصية واجتياز الفحص الطبي. وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت في وقت سابق إلى توصل الناديين إلى اتفاق حول المهاجم دول البالغ 24 عاما. من جهتها أوردت إذاعة كدين سير على موقعها الإلكتروني أن المهاجم توصل إلى اتفاق مع تشيلسي وهو الآن في طريقه إلى لندن، مشيرة إلى أن ريال مدريد سيحصل على 80 مليون يورو للتخلي عنه، وسيتم توقيع الصفقة لجعله أحد لاعبي تشيلسي ويصبح لاعبا في الفريق الذي يدربه الإيطالي أنطونيو كونتي. وكان النادي الملكي أعار موراتا ليوفنتوس الإيطالي بين يوليوز 2014 ويوليوز 2016، حيث لعب تحت إشراف كونتي الذي كان حينها مدربا لفريق السيدة العجوز. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن تشيلسي عرض الأسبوع الماضي مبلغ 62 مليون جنيه استرليني 70 مليون يورو لضم المهاجم، وهو ما لم يلق موافقة النادي الملكي قبل أن يقبلوا بالعرض المعدل. ويتوقع أن يحل موراتا بدلا من مواطنه دييغو كوستا في خط هجوم تشيلسي بعدما أبلغ كونتي لاعبه الذي سجل 20 هدفا الموسم المنصرم وساهم في قيادة تشيلسي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يشكل جزءا من خططه للموسم المقبل.